النهارده ان شاء الله هنكمل ملاحظات على الملف الحلزوني ونحل على الحلزوني والدائري مع بعض. فالسؤال ده اكتب عليه مكمل معانا في الفصل الكام ان شاء الله؟ الثالث والرابع. السؤال اللي احنا هنشرحه حالا ده اللي هو متى لا يتولد مجال مغناطيسي لملف حلزوني رغم مرور تيار كهربي؟ صلي بنا حضرة سيدنا النبي. الإجابة سهلة جدا. الملف يكون ملفوف لفا مزدوجا، يعني شايف السلك كده؟ بنتنيه على نفسه كده الأول وبعدين نوصله بالبطارية دي كده وبعدين نعمل اللف المزدوج بالشكل ده كده بس. يبقى تاني السلك ده اهو ثني على نفسه قبل لفه. فحضرتك عندك تيار كهربي رايح اهو وصل لحد هنا كده اللي هو الاحمر ده، وبعدين هنا في لحمناهم فرجع بقى كده. يبقى مجال مين يلغي مجال مين؟ مجال الاحمر لو هو ساوز نورث هيلغي مجال الازرق لانه العكس نورث ساوز. ده ملخص الموضوع، ان كل لفه بتلغي اللي فوقيها. فساعتها لما يسالك عن كثافه الفيض عند نقطه في المنتصف تقول له بي توتال يساوي كام؟ صفر. نقراها مع بعض بقى زي ما موجود عندك. بيقول لك ولا يتولد مجال مغناطيسي عن تيار يمر في ملف حلزوني او دائري. طبعا الاجابه لان الملف ملفوف لفا مزدوجا، والفيض المغناطيسي الناتج عن مرور التيار في اتجاه معين يلغي الناتج عن مرور نفس التيار في اتجاه مضاد. خلاص؟ اعيد تاني الملحوظه دي؟ ماشي. الحالات بتاعت قطع وما قطعش والكلام ده انا مشروحه تحت. فيها بس ملحوظه 5 ما قلناش، اللي هي ايه؟ انت عايزنا نقراهم كلهم. مكتوب ملف حلزوني متوصل بالبطاريه مقاومتها الداخليه ممل، او نراجعهم على السبوره. وضح ماذا يحدث مع ذكر السبب لكثافه الفيض عند نقطه على محوره. وضعت اسطوانه من الحديد. اول سؤال ده احنا حافظينه خلاص بقى. ايه اللي يحصل لما يبقى عندنا ملف لولبي ونضع في قلبه ملف من الحديد؟ نفاذية الحديد اكبر من نفاذية الهواء، وبالتالي كثافة الفيض في حالة قلب حديد بتكون اكبر من كثافة الفيض لما يكون قلبه هواء. بس ده السؤال الاولاني اللي هي الف. يعني الثانية انا قلت الكلام ده قبل كده بس هنزل بقى لحد ال5. تقليل المسافة الفاصلة بنعيدها تاني لان ده بيجي في المقال كتير جدا. اهو كانت المسافات الفاصلة مخلية طوله 20 سم، فضغط الملف لتصبح هم 4 لفات برضه بس اصبحت طولها ال2 10 سم. يبقى بي عكسي مع ال، فلما الطول يخس ده تزيد الضعف. اديني رجعت معاك الحالة بتاعت تقليل المسافات. الحالة جيم قطع نصف الملف وتوصيل ما تبقى. قلنا لما يبقوا 4 لفات ونوصلهم مع بطارية وبعدين نقصهم ونوصلهم مع نفس البطارية، انا كده قللت عدد اللفات للنص وقللت الطول للنص. وما دام الطول قل للنص يبقى طول السلك نفسه، شوف بقى السلك اللي مصنوع منه الملف نفسه كان ال واصبح نص ال. فلما يبقى هنا الطول ال ويصبح نص ال يبقى المقاومه فوق لو ار تصبح هنا نص ار، يبقى التيار فوق لو اي يصبح تحت 2 اي. يبقى احنا عندنا بي طرد مع ان وعكس مع ال وطرد مع اي. اللي حصل هنا خس النص واللي حصل هنا خس النص، يبقى لما التيار يزيد الضعف كثافه الفيض تزيد الضعف. انا كده عدتهم 3 حالاتهم. الرابعه قطع نص الملف وتوصيل ما تبقى منه بنفس التيار. هو لو ثبت التيار هنا يبقى مش هيحصل حاجه. ليه بقى؟ يبقى السؤال الرابع الفكره بتاعته انك لما تقول بي طردي مع ان وال واي، طبعا قلنا ده هيخس النص ده هيخس النص. هو قال لك مع بقاء التيار ثابت، يبقى كده البي هتبقى ثابت. يبقى هنا اداني الحريه، هنا ما ادانيش الحريه. يعني اداني الحريه قال نفس البطاريه، يعني الفي بي هي اللي ثابت. يبقى التيار بيتغير، التيار
هنا بقى وقال لك هنحافظ على التيار، ازاي دي بتاعته هو؟ اكيد لعب في فرق الجهد لانه ما قالش نفس البطاريه. اقول تاني يا جماعه، يبقى هنا بقى تغير مين هيضيع تغير مين مع بقاء مين ثابت؟ تغير عدد اللفات هيضيع تغير الطول لان التيار يبقى ايه؟ ثابت. اعيد تاني، بالتالي كلامي سهل. كل الاعاده دي عشان اوصل لرقم 5 اللي انا ما قلتهاش المره اللي ايه؟ اللي فاتت. اقراها كده 5 بقى يلا. 5 بيقول استبدال الملف النحاسي باخر من الالومنيوم. هنا الاختلاف في ايه؟ انا عندي ملفين اهم، 3 لفات وبطاريه، ولكن كان ده نحاس. شيلنا النحاس وجبنا الومنيوم. انت بالله عليك، انتوا لو بتيجوا تجهزوا شقه اخوك بيعملوا الاسلاك اللي في البيوت ده ايه؟ واسلاك الاجهزه الكهربائيه دي الومنيوم ولا نحاس؟ اكيد نحاس افضل. وما دام النحاس افضل من الالومنيوم، يبقى معنى كده التيار الكهربائي هنا، يعني اقولها ازاي دي بقى؟ اقولها ار عكسي. احنا عندنا ار بتساوي ايه كقانون؟ رو اي ال على ايه؟ فار عكسي مع سيجما، او ار طردي مع رو اي، زي ما تقولها بقى. ما هو اللي مقاومته النوعيه صغيره التوصيليه بتاعته كبيره، واللي توصيلته كبيره تياره كبير، يبقى كثافته كبيره. هنا بقى التوصيليه المقاومه النوعيه للالومنيوم صغيره، يبقى التوصيليه بتاعت الالومنيوم صغيره، يبقى هيبقى التيار بتاعه صغير، يبقى كثافه الفيض بتاعته صغيره. ده شرح الكلام ده. العكس ازاي بس؟ المقاومه النوعيه بتاعتها عاليه. معلش، دي سهم واحد بس اللي غلط اهو. ما احنا لينا المقاومه النوعيه للنحاس صغيره، يبقى المقاومه النوعيه للنحاس للالومنيوم ايه؟ كبير. نعيدها تاني؟ ماشي. باختصار شديد بقى، مين افضل في التوصيليه؟ النحاس. مين اكبر في التيار؟ النحاس. مين رديء التوصيل شويه؟ طبعا هيطلع لك واحد فزلوكه يقول لك ايه؟ طب ما الحكومه بتوصل السلوك الاسلاك اللي بين الاعمده بالالومنيوم. ايوه يا حبيبي، ما هي دي عشان مسافات طويله. لو وصلناها نحاس عايزه ميزانيه دوله غير ميزانيه الدوله. يعني الالومنيوم رخيص، النحاس غالي جدا. وبعدين لو عملناها نحاس، انتوا عارفين هيتسرق كل يوم. عارفين الكلام ده ولا لا؟ كان زمان كابلات التليفون نحاس، ده حقيقي يا جماعه. وكابلات التليفون كانت بتمشي غالبا مع خطوط السكه الحديد. انا بقول لك كلام تاريخ بقى. فكانوا الحراميه يعملوا ايه؟ طبعا خطوط السكه الحديد ما حدش هيحرس لان المسافه طويله جدا في سكه الحديد. فيعملوا ايه بقى الحراميه؟ يقصوا من المحطه دي لحد المحطه الثانيه ويلفهم ويروحوا يبيعوه في الخرده. اللي هو ايه بقى؟ خطوط تليفون. اقول تاني؟ يبقى لكن في البيت ما حدش هيخش يسرق السلوك اللي جوه الحيطه. يا جماعه ردوا عليا، تمام ولا مش تمام؟ فدي مكلفه جدا. مكلفه ايه؟ فالدول بتعمل ايه؟ اللي في الشوارع الومنيوم واللي في البيوت ايه؟ نحاس. اقول تاني ولا؟ ادي البطاريه اهي، وادي المفتاح. بس يا ابني طب انا ما خدتش الزركونيوم وما خدتش كيمياء لازم تاخد الزركونيوم. ادي الملف اهو، وبعدين توصل كده. بص يا انسه جواهر بقى، حاطط تحتها على طول ميزان كده. انتوا عارفين الموازين بتاعتنا مصريين يعني. وبعدين في حته حديده هنا كده، قطعه من الحديده يعني. بيسموا دي في الفيزياء بقى قب ميزان. اسمها يا جماعه قب ايه؟ قب يعني الكفه بتاعته قب ميزان. اعيد تاني؟ اشتغل بقى؟ يلا حبايبي. لو اللافندي ده وزنه مثلا 100 نيوتن، تتوقع ايه لما نقفل المفتاح كيه؟ اتوقع كل خير يا استاذه. اتوقع ان التيار الكهربي يمر. طب مر التيار الكهربي وتمغنط الملف. افرد ايدك اللي تنقطع. يلا ما يلا يا ابني انت اهو. يلا يا حبيبي في شغل. يلا يا رجال. يلا يا حمد. اهي استباحه اهي. الاصابع مع مين؟ مع التيار. الابهام مع مين؟ مش فارقه كتير، تحت سوز وفوق ايه؟ المهم ده يعمل كايه؟ مغناطيس. وما دام مغناطيس هيشد مين لفوق؟ يبقى القرايه انها 100 ولا تقيل؟ اللي فاهم من الفيزياء عامله ازاي ارفع ايدك. وصل؟ يبقى يعمل ايه؟ ودي الفكره بتاعت الاوناش. بيبقى عندنا بحر وفي رصيف وفي سفينه محمله سيارات. هي محمله سيارات جايه من كوريا. حكيم احنا عندنا ما عندناش ايدين احنا ولا عندنا مخ نفكر، فبنستورد من كوريا عشان كوريا بتصنع حلو. لكن احنا بنعمل طعميه بس. ادي الونش اهو.
الونش كهربيا يشيل العربيه ويحطها على الرصيف. ازاي بقى؟ عن طريق المغناطه اللي انا عملتها دلوقتي. الونش بقى يفصل الكهرباء، نفقد الايه؟ تيجي العربيه نازله، طبعا ما بسيبهاش مره واحده يعني، تكون قربت من الارض. عيد تاني الفكره. يقول لي بقى بتستخدم فين الحته دي؟ في الاوناش. الاوناش بتفضي من الرصيف للسفينه ومن السفينه للرصيف. اقول تاني ما بردوش عليها ليه؟ طب سؤال بقى للاذكياء قبل ما نشوف هو حاطط السؤال ده ولا مش حاطه. لو عكست القطبيه يعني ايه؟ يعني شايف البطاريه دي كده؟ عكسناها، خلينا الموجب تحت والسالب فوق، ولا اي حاجه ولا اي اندهاش. هي الاقطاب بس اللي هتتعكس. يعني ايه؟ يعني الساوث هيبقى ايه؟ نورث، والنورث هيبقى، لكن برضه في طاقه ايه؟ مغناطيسيه. اللي فاهم يبقى يرفع ايده. ولا تزيد ولا تنيل ولا تقل ولا حاجه. يا جماعه تقل ازاي بس يا جماعه؟ الوزن يقل. كده كده الوزن هيقل، قصدي مش هيحصل حاجه. يعني مش هو كان 80 يا جماعه، مش هو كان 100 بقى 80؟ لما نعكس القطبيه هل النقص في الوزن هيتغير؟ لا، بس هو في نقص في الوزن. يا جماعه سامعيني ولا مش سامعيني؟ يبقى اتجاه مرور التيار هيفرق معايا في موضوع نقص الوزن. يبقى في الحالتين هيحصل مغناطه وفي الحالتين هيحصل جذب للمغناطيس. اعيد تاني، ما تردوش عليا ليه؟ ممكن تقراها عند حضرتك بقى. طب لو سالنا بقى المغناطيس اللي عندك ده حطينا فيه قلب الومنيوم، افضل ولا قلب حديد؟ اقرا بقى الحته بتاع الالومنيوم دي. بيقول لك اهو: ماذا يحدث عند وضع قطعه الومنيوم او نحاس بدلا من الحديد؟ بيقول لك لا تتاثر قراءه الميزان لان الالومنيوم والنحاس من المواد الغير قابله لايه؟ للتمغنط. اظن كلام واضح. عيد تاني. ماشي. السؤال اللي وراه نقرا بقى. السؤال اللي جاي وراه ده بيقول لك ايه؟ في الشكل ملف لولبي مثبت فوق مغناطيس، نفس القصه اللي فوق بالظبط. ماذا يحدث لقراءة الميزان بعد غلق المفتاح؟ ما احنا قلنا الميزان هيقل. طب ماذا يحدث لقراءة الميزان إذا عكسنا الأقطاب؟ أهو مكتوب إن هيحصل العكس. طب ليه بقى؟ لأن ده مغناطيس مش حديد. يعني إيه؟ صلي على النبي. هفهمك أنا حاجة. يفرق إيه السؤال ده عن السؤال اللي جاي ده أهو اللي إحنا قرناه حالا؟ دي كانت حديد لكن ده مغناطيس. إزاي يعني؟ صلي على النبي. انت ما بتصليش على النبي ليه؟ بص يا جميل، ادي التوصيليه بتاعتنا بس بالنص بقى. ما اقدرش الف ما تجودش من دماغك. ما تجودش منين؟ من دماغ. يعني هنا ما ينفعش التجويد يا جماعه، هنا جود زي ما انت عايز مش فارقه. كده ساوث تحت ونورث ايه؟ لان التيار بيمر كده. افرض ايدك اتاكد مني برضو، ما تاخدش من بقي. ساوث تحت اهو، اتاكد. فوق هنا نورث ساوث، بينهم ايه كده؟ تجاذب. ففعلا قرايه الميزان هتقل. سي مثلا كانت كام؟ اتحولت لكام؟ دي الحاله رقم 1. لكن لما نيجي نعكس بقى في ده كارثه طبعا. طب ليه هنا كارثه وهنا مش كارثه؟ ما انا قلت لك فكر يا ابني. الفيزياء دي عباره عن انت ايه؟ تفكر. ده ساوث وده ايه يا ولاد؟ محدش بيرد عليه. ده ساوث وده ايه؟ استنى بقى، هينعكس. هيبقى ده اللي ساوث وده اللي نورث، لان الكهرباء انعكست. فاللي كان ساوث بقى نورث واللي كان نورث بقى ساوث. فده نورث ساوث. قول لي بقى نورث ونورث دول يعملوا ايه؟ تنافر. طب ما دام تنافر، هل ال100 تنها 100 ولا تزيد؟ بقت 100 وكام اهي. مين فاهم بقى الفرق بين السؤال ده والسؤال ده؟ هنا ايه بقى؟ قطعة حديد كده هتتشد لفين؟ في المقالي ان شاء الله، او انت بتحل برضه. هقول لك على نصيحة لله، ما بتصليش على النبي انت. ملف الحلزوني بي بتساوي حضرتك اللي على النايمة ميو ان اي على ايه؟ نصيحة لله. برافو عليك. دول كام لفة حبايبي؟ طب وطول الملف كام يا قلبي؟ 3 متر. كده المتر فيه كام لفة؟ الله اكبر يا ولاد. راحوا قايلين ان على ال تساوي حاجه اسمها ان سمول. الناس اللي ذاكرت بقى عدد اللفات في وحده
الاطول. ويبقى القانون بتاعنا عشان لو شفته هنا ولا هنا ما تستغربش ايه القانون ده. مفهوم؟ او جانبين من مهارات التعليم او مهارات التعلم. صلى على النبي. اللفات المتماسكه كنت انا تطرقت ليها المره اللي حضر بقى وفهم الحته دي. لما تكون اللفات متماسكه، قول راجع الحصه الماضيه، عباره عن طول الملف اهو، بس على مين بقى؟ على قطر السلك. فلو ما انتش عارف دي ما انتش هتحل حاجه. ليه بقى؟ اقرا المساله بتاعت اولمبياد 2000 وكام قلنا. اقراها كده هتلاقي نفسك لو ما انتش عارف الملحوظه دي ما انتش هتحل حاجه. بيقول سلك معزول قطره اهو، سلك معزول يا اولاد قطره كام بقى؟ 2/10 سم حول ساق من الحديد كذا. تكون اللفات ايه؟ هو ده المفتاح اهو. تكون اللفات ايه يا اولاد؟ متمس. فاذا مر بها تيار شدته، يبقى شدة التيار المرة في الملف ده 5 امبير. احسب كثافة الفيض عند المركز او عند المحور. فالمهم يعني القانون بتاعنا ايه؟ اللي حافظ بقى ميو ان اي على ال. هتدور على ال مش هتلاقيه، هتدور على ان مش هتلاقيه. كده ما انتش عارف يا انجي. هندور على ان مش هنلاقيه، هندور على ان مش هنلاقيه. يبقى الحل ايه؟ ان انا اشيل كلمه ال ملف واكتب ان في 2 ار. بس 2 ار مين حضرتك؟ سلك. ساعتها بس تقدر تحل المساله الجميله دي. ان اي شيل ال بقى وحط ان في 2 ار. يقوم مين يروح مع مين؟ يتفضل التيار اللي هو عندك. بطلي كلام يا بنتي. 5 ميو 5 مو عليك 2 ار، يبقى 2/10 في 10 أس سالب 2 بس. قلنا ناخدوها في السكه كده من ضمن الحل بتاع النهارده. عيد تاني اتفضل يا جدع. انت بترجع بيا ورا ليه يا جدع؟ يا جدع ما قلنا دي ملحوظه خاصه، ملحوظه خاصه يا ابني. اللي انت بتكلمني فيه ده ملحوظه عامه. لما يبقى عندي سلك كده طوله ال واعمل منه ملف سواء متمس ولا غير ايه يا ابني؟ رد عليا. سواء متمس او غير متمس، ساعتها بنقول عدد اللفات يساوي، الله يهديك يا اخي الله يهديك، ال سلك على 2 باي ار. ار دي لمين بقى؟ للسلك ولا لللفه؟ لللفه. دي اسمه قانون عام. اللي ده قانون ايه ده؟ خاص. ده عامل مين؟ عامل الدائري والمين؟ والحلزوني. الحلزوني العادي والحلزوني المتمس. صلى على النبي. احنا قلنا اهم حاجه انك تحل الامثله الايه؟ محدش بيرد عليا. تحلها مره ايه؟ تانية. طلع راس السؤال وتحل. صلى على النبي. ده ملف دائري اهو، وبعدين في مجال معانا كده. الراجل بيقول يمر به تيار كهربي موازي المجال مغناطيسي كثافته كذا. فإذا كانت كثافة الفيض عند مركز الملف جذر 5 بي، فعند دوران الملف 90 درجة فإن محصلة كثافة الفيض عند مركز الملف يمكن أن تكون إيه؟ طبعا بالوضع ده هو بيقول لك متوازيين. يعني مرة جمع ومرة إيه؟ طرح. يعني بعمل احتمالين أهو. متوازيين ديت واصبح تعامد. يعني ايه؟ اوصلها لك الاول كفهم. صلى على النبي. نفترض ان ده المجال وكان الملف موازي ليه كده ده لو انا اتكلمت على الملف الدائري هلاقي المجال بتاعه كده، صح ولا لا؟ ومجال السلك كده. لكن لما ده يدور 90 درجة بدل ما كان كده يدور 90 درجة، أصبح يا إما مين مع مين يا إما ضد مين. يا إما الملف الدائري مجاله معاه كده يبقى كده نجمع، أو مجال العكس نطرح. اللي فاهم يرفع إيده.
يبقى كانوا الاول ايه وبقوا ايه؟ كانوا الاول متعامدين واصبحوا جمع وطرح. اكتبها عندك كده. الفكره انهم كانوا تعامد واصبحوا جمع وايه؟ وطرح. فالتعامد بقول ايه؟ بواحد تربيع زائد ب2 تربيع يساوي جذر 5 ب تربيع برضه. اعيد تاني. طب يلا. يبقى ب1 تربيع زائد ب2 تربيع ربع ده كام؟ 5 ب تربيع. فهو بيقول لي المجال المنتظم كثافته ايه؟ ب. المجال المنتظم كثافته ب، يعني الازرق ده ب. فب تربيع ناقص 5 ب تربيع يبقى ب2 تربيع يساوي 5 ب تربيع اهي ناقص ب تربيع. فيطلع ان ب2 تربيع يساوي 4 ب تربيع. يبقى ب2 بس بيساوي كام؟ بيساوي 2 ب. اجي هنا بقى مره هيكونوا ايه ومره هيكونوا ايه؟ مره هيكون مجال ده مع مجال ده ومره مجال ده عكس مجال ده. يبقى انا كده عندي احتمال ب1 ناقص ب2 يساوي كذا، واحتمال ان ب1 زائد ب2 يساوي كذا. فطبعا في حاله الطرح ده 2 ب زائد ب هيدي 3 ب، وهنا في حاله الجمع ده 2 ب زائد ب دي طرحه قصدي، ده طرحه يدي ب واحده بس. اما في حاله الجمع يدي كام ب؟ ده الفكره بتاعت السؤال. نعيدها تاني. يبقى كانوا ايه وبقوا ايه؟ محدش معبرني. ها اكتبها عندك. كانوا تعامد وبقوا ايه بقى؟ جمع وطرح. عيدها لكم تاني يا جماعه ردوا تمام. طيب صفحه 129 اللي عايز فيها حاجه بالصلاه على النبي. 17 و18 و19. تعال نشوف 17 بس. 17 دي بيتهيألي مثال محلول في المذكره. اي ايه؟ لا ما هي دي ب2. حاضر حاضر يا جماعه حاضر. زميلكم عايزني اكتب له هنا ب2. حاضر يا رب. انت يا ابني حد مسلطك عليها النهارده؟ اهي. حاضر يا حبيبي. هنا طبعا الترتيب يا جماعه مش مهم. الترتيب هنا مهم يا حبايبي. المهم الكبير يعني. المهم الكبير. شفت راسي ودايت عليك ساعه عصر. السؤال اللي وراه اختكم جايبه لي رصه كده 17 18 19. على فكره انت تقدر تحل الكلام ده كتربيه وتعليم من غير ما تكتب. من غير ما تكتب. يعني تحلها شفوي كده بدماغك. مش تقول لي مين ب2 ومين ب1. مش عارف ليه عندي احساس ان دي مثال محلول في المذكره. ملف دائري. السؤال 17 صفحه 129. ملف دائري نصف قطره 10 مصنوع من سلك مساحه مقطعه كذا. يبقى الار الاولى دي سمراء ولا زرقاء؟ سمراء. ومساحه مقطعه دي سمراء ولا زرقاء؟ زرقاء. والمقام لان انا معودكم الانسانه ملك اللي عمرها ما غابت حس. نصف قطر الملف 10 سم تبقى ار 1 من 10 متر. ومساحه مقطعه يبقى الايه ازرق 4 من 10 في 10 اس سالب 4. وارو ايه بس يا حيوان موصله مع بطاريه. اوصلناه مع بطاريه اهو. ومقاومته الداخليه مهمل. يبقى في كم ار على السبوره؟ لا في 3. في هنا ار سمراء وجوه هنا في ايه؟ ده عندك انت اللي حمراء. خلاص دي خلاص ما تجيبش سيرتي. بشيل يا عم في التصوير الحاجات دي. كسبت الفيض عند بي مدالك بكذا. اخص عليك يا مصطفى اخص. ما استفزنيش يا مصطفى. استغفر الله العظيم يا رب. بي بتساوي ميو ان اي على
2 ار اسمع بي يساوي ايه؟ طب حضراتكم عندكم اي؟ عندنا اي. اي بتساوي معاليك ولا حد معبرنا؟ في بي على ار، وكمان عندكم ار. ومين ار؟ رو اي ال على ايه. حضرتك بي دلوقتي بتساوي ميو، الصوت بره، ان 2 ار، هنشيل مين؟ عوض كده بالقانون، في بي على، استاذنك بس وانت بتعوض تعوض كويس، رو اي على ايه، الايه تطلع فوق، هنا ال. مين هي ال؟ يا رب تكون فهمتني بقى. نكمل ميو، استنى يا ابني عشان يفهموا انا عملت ايه. وادي الفي بي، وادي مقام المقام بسط، وادي الاثنين، وادي الار، وادي الرؤيه، وادي ال سلك بقى هشيلها واحط ان في 2 باي ار. يقول لك لو جت لاخر السنه هسيبها. سيبها ليه يا عم؟ ده سهل. صلي على النبي. السؤال 18، النظافه من الايمان. حلقه دائريه نصف قطرها 5 سم، 5 سم، يسري فيها تيار شدته كذا، 10 امبير، اذا سنيت الحلقه من منتصفها بحيث يعامد كل نصف حلقه النصف الاخر. طبعا دي التخيل بتاعها صعب عليكم، لكم حق تسالوا. استنى، الطقم الحمار الوحش اللي ورا ده اطلعوا قدام. طب بطلوا كلام. بص يا عسل، والله العظيم ادي الملف في الدائره اهو. شوف بقى يعني ايه، يعني كده. ساعدنا بالصلاه، امسك زي ما انت قاعد كده. ايوه اهو، اصبح في نص كده، نص اهو، ده مجاله كده، وفي نص زي ما هو راسي ده مجاله كده. مين فاهم قصده ايه؟ قلتم على وشي. مش دي حاجة صعب، صعب عليكم. اه يا جماعه والله العظيم سهل، بتهزروا ولا ايه؟ يا جماعه الحلقه ايه؟ دي حلقه جمال دي، انت شايف ايه؟ امسك كده بس روح ضاربها كده اهو في سيف كده اهو في النص، بتيجي جمال اهو اهو. يا نسمي في نص افق اهو، نص يا اولاد، يبقى المجال بتاعه راس، وفي نص راسي المجال بتاعه افقي، يبقى علاقه المجالين ببعض. بس هي دي الفكره. عايزها تاني؟ عايزها تاني؟ طيب نحل. لا، من اجمل الدروس الحلزوني والزفتاوي ده. اه فالمهم يعني بيقول لي فان محاصيل كثافه الفلوت تساوي ايه؟ يبقى انت هتتعامل بقى على ان في نص كده وفي نص كده. اظن باين قوي يا جماعه. طيب ده نسميه بي واحد، المجال بتاعه كده اهو، وده بي 2 اهو كده يعني. يا رب تكون فهمتني بقى. بي واحد وبي 2 هيتربعوا ويتجمعوا على ايه؟ على بعض. مش شايفاهم يا ماي اللي بيهزروا ورا دول؟ جاي من يمة البحيره الزرقاء، حد كان بيحرق حشيش او قش رز. القانون بتاعنا بقى ميو على 2، عدد اللفات بنص، انا حاجه اطحنك التوهيه 10. نصف القطر ب5 سم بس، يبقى 5%. انت كده ما عملتيش حاجه يا مي، طلع قدام خالص اهو. زائد نفس البيانات، ميو على 2، عدد اللفات بنص، التيار ب10، 5%. بس كده. مش عارف اخباركم ايه، فاهميني ولا ايه؟
عيد تاني. قول بقى يلا. في نص ايه مجاله ايه ونص ايه مجاله ايه؟ في نص رأسي مجاله افقي، ونص افقي مجاله رأسي. انا بقولها على الملأ اهو. انتوا في فترة دلوقتي تبدو ان هي صعبة، ولكنها من اجمل الفترات اللي ممكن تمر بها في حياتك لما توصل لهدفك اللي انت عايزه. لما تخش الكلية هتقول ولا يوم من ايام الثانوية العامة. السبب بسيط وهم دكاترة الجامعة. دكتور الجامعة بيتعامل معاك من منطلق ان انت بتعرف تذاكر لوحدك وبتعتمد على نفسك وبدون دروس، وبالتالي تلاقيه مثلا بيشرح لنفسه ساعات. مش والله العظيم زي بحكي لك، يدخل ما بيبصلك اصلا، ما بيبصلك شيء. انت بقى تدور تفهم ازاي، دي مش مشكلته. واحيانا الدكتور بيبقى فاهم والمعيد مش فاهم، فتروح تسال المعيد، المعيد يقول لك ايه؟ بسال فيها الدكتور. تيجي تكلم الدكتور يشتمك. يعني انا بقول لك عن حاجات بتحصل في الجامعه بالذات. انت فاهم لو دخلت جامعه خلاص. فتعالى نشوف. ابوك مش هيدخلك الجامعه الامريكاني بمليون دولار في مليون جنيه في الشهر في السنه. مش هيدخلك الجامعه الامريكاوي. ايوه الجامعه الامريكاوي لها ناس. السلك كان كده قلت له الا لا تفكر نفسك هيقول لك يا باشمهندس ودكتور هناك في الجامعه. لو حكومه هيقول لك خد اقعد يلا. اهو السلك عملنا منه ايه؟ حلقه. انا بتكلم عن واقع مرير. ده الا اهو، ودي الحلقه اهي. يبقى نصها فوق ونصها ايه؟ تحت. فقال لك السلك مقاومته، السلك نفسه مقاومته فوق 48 اوم. خدناها قبل كده في الفصل الاولاني اصلا. يبقى النص اللي فوق 24 اوم وتحت 24 اوم على شكل حلقه دائريه مغلقه قطرها. طب هو انا شغال بقطرها ولا نصف قطرها؟ يبقى 1/10 على 2، نصف القطر. ووصلت بطاريه 6 فولت. دي خليط بين ايه بقى؟ محدش معبرني. فصل اول وفصل تاني. والداخليه بكام يا اولاد؟ بزيرو. اللي يحب النبي يصلي عليه. احنا خلصنا الدرس وبنطبق عليه، وخلصنا الحلزوني وهنطبق عليه المره الجايه مع بدايه الدرس الجديد. احنا عاملين كده. فركز معايا. في اي حاجه ناقصاك؟ ايه اللي ناقصك؟ ناقصك حاجه واحده بس، انك تفكر. 24 24 12. غنام صباح الخير يابا، اصحى الفطار جاهز. في بي بكام؟ 6. 24 24 12 زائد صفر. 6 على 12 بكام؟ بنص. بصفر. 6 على 12 بصفر بقى. بي بقى يساوي ميو ان اي على 2 ار. التيار عندك اهو. هنا بقى الغلطه بقى. هنا الغلطه بقى. تلاقي التيار جاي بنص وتيجي انت معوض هنا بنص. غلط. الله. هنقسم على 2. وانا بقول لك ما تكملش المساله. انا اللي بقول لك على مسؤوليتي اهو، ما تكملش. ليه ما تكملش؟ لان سينا بصفر. ليه بقى؟ ما هو في نص مع عقارب الايه؟ مجاله لجوه. ونص زيه بالظبط. ما اما اقول لك زي بالظبط يبقى زيه بالظبط، زيه في عدد اللفات وزيه في نصف القطر وعكسه في الاتجاه. يبقى ده لبره. يبقى تحسب ليه وتوجع دماغك ليه؟ بي توتال عند سي بصفر. فكر بس في كلامي كده. عدد اللفات فوق بكام؟ رجال عبد الله، عدد اللفات فوق بنص وعدد اللفات تحت بنص. التيار فوق بربع والتيار تحت بربع. النفاذيه فوق ميو تحت ميو. يبقى شبه بعض في عدد اللفات وشدر التيار ونصف القطر والنفاذيه، لكن واحد منهم مجاله لجوه والتاني مجاله لايه؟ يبقى نحسبها ليه؟ ما هي بصفر. انت ما تبقاش بصفر. لو كان هنا في مفتاح وفتحناه يبقى نشتغل لتحت بس. لو كان هنا في مفتاح وفتحناه نشتغل فوق بس. لكن لو الاثنين شغالين مع ايه؟ ما توجعش دماغك، المحصله زيرو. اللي فاهم كلام يرفع ايده والله. هتروح مننا فين يعني؟ ادي البطاريه. خد بعضك ويجري.
ده انت هتقول لها خد القميص واجري يمكن يبقى ذكرى على اللي عمله فيك. صلى على النبي. ادي الحلقه. بص يا انسه فتكات، بص هنا كده 4/4 ولا 3/4؟ 3/4. طب وده ايه ده؟ ربع. ممكن الربع ده نعمله ازرق كده. مين فاهم القصه من غير ما اكمل بقى؟ من غير ما اكمل الفكره اتوصلت كده. ازاي يعني وصلت؟ قال لك صلى على النبي. الحلقه اصلا كانت سلك واحد. انا عايزك تركز كده معانا. الحلقه كلها كانت سلك ايه؟ فهنعتبر السلك الضلع الواحد او الربع الواحد ده ال اهو. يبقوا دول كام ال؟ الواحده منهم بار. ده طبعا ده فرض من دماغي عشان الشرح بسهوله يعني. في ناس قالت لي خلاص ما تكملش على الطريق، ما انت مكمل. ما هم دول 3/4 يبقى الواحده منهم بايه؟ بار. دول 3 ار توازي مع ار واحد. يبقى لو الكهرباء دي كام اي؟ يبقى الثلاث ارات ياخدوا اي واحد والارايه تاخد 3. فالدنيا معوضه بعضها. هتقول لي يعني معوضه بعضها؟ بي اللي هو ده مجاله فين؟ للداخل. كام ربع هو؟ والله العظيم انا قايل لك اهو. كام ربع؟ ده ربع وده ربع. كام ربع هو؟ 3/4. مجاله لجوه. ميو على كام؟ عدد اللفات كام؟ شد للتيار اي واحد. نصف القطر ثابت. هات بقى الازرق بقى. مجاله لفين بقى؟ يبقى بيلف، قصدي تياره كده عكس عقارب الساعه. مجاله لبره. ميو على 2. عدد اللفات بربع. شد للتيار بكام؟ 3 اي على نفس الار. راجعهم كده. تصدق قد بعض؟ بس هنا 3 في ربع، يعني ابقى احسبها كويس. ما هي يا جماعه؟ يبقى المجال اللي جوه يلغي المجال اللي ايه؟ يبقى المحصله كام كده؟ 0. انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ طب صوروها بقى دي ولا ننقلوها؟ يبقى عند س محصله كام بقى؟ 0. يا رب اللي يكتب وما كانش عارفها ينكتب اسمه في كشف الجنه، واللي ما كانش عارفها وما كتبش يتكتب في كشف النار، عشان نخلصوا خالص بقى. احنا قاعدين بهوات. زمايلك عايزين السؤال ده. ده كده وده كده. ده التيار بتاعنا. وطبعا اكيد في ناس عماله تفكر تقول لك طب هو البطاريه فين؟ اسكت اسكت وخلاص. تعالوا تفتي. هي ار اهي والثانيه دي ار اخر. يبقى الاسمر ده كام ار؟ مهم جدا تعرف موضوع انصاف الاقطار ده. هو ده اللي فيه الخلاصه بتاعت المساله. اصحى. في واحد فيكم معهوش مذكره؟ مع الكتاب. اذا مرت بس الشرح مش وهو. انتوا الاثنين اخوات على مؤاخذه. اذا مر تيار كهربي شديده 1 امبير في الاسلاك، محصله كثافه الفيض عندك كذا. التيار شديده كام حضرتك؟ 1 امبير. 1 امبير. اولا دول كانهم ملفين، واحد عكس عقارب الايه؟ مجاله لبره، والتاني مع عقارب الساعه مجاله لجوه. يبقى طرح ولا مش طرح؟ عود نفسك ما دام نفس التيار القصير يكسب. اسمع تاني. ما دام نفس التيار القصير يكسب. قلنا قبل كده. يبقى بالصلاه على النبي بي توتال هيساوي بي اللي جوه اللي مجاله جوه ناقص بي اللي بره اللي هو الكبير لان مجاله لبره. هناخد مين عامل مشترك؟ ميو على 2 اي عامل مشترك. مين فاهمني ليه خدت ميو على 2 اي عامل مشترك؟ بل ايه اللي كمان هناخده عامل مشترك؟ لان ده نص لفه وده نص ايه؟ اللعب كله هيبقى هنا 1 على ار ناقص 1 على 2 ار بس. الميو بكام؟ محدش معبرني. عدد اللفات بكام؟ بنص. شد للتيار بواحد كده خلاص. 1 على ار ناقص 1 على 2 ار يطلع 1 على ار.
اللي عايز نعلمه الطرح، ثانية واحدة قبل ما نعلمه الطرح. علمه الطرح. واحد الله ثم واحد المقام. 2 ار على ار ب2. 2 على 2 فالواحد، يطلع فعلا 1 على ار. يطلع الرقم كام في النهاية بقى؟ معرفش انتوا. يعني الناتج ده كله يطلع كام؟ هيطلع د. هيبقى 2 في 2 ب4 في 2 ب8. اسم الله عليك. هو مفكش الميو، ساب الميو زي ما هي بس. ده كده 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 كده. الانسه جواهر عبد الغني الدول. اهلا. شيء طبيعي ان الكهارب هتمشي كده. كهارب اهي. بس ده 45 ايه؟ درجة. الصلاة على النبي. وده كام باي؟ ده كله كده كام باي؟ ما حدش بيرد عليه. ده كام باي؟ طيب ده كله 2 باي. فطبعا دي باي. هو مديها دي وحدها باي كده بس. بيقول لي تكون محصلة كثافة الفيض كذا. برضو انتوا بتطلبوا حاجات يعني سهل قوي تتعاملوا معاها يا جماعه. يعني انا احس مساله كده صعب نتعامل معاها. دي مساله سهله نتعامل معاها. اولا دي كام 40؟ يعني كام من اللفه؟ توم. الله ينور عليك. نشتغل مع ده الاولاني وده التاني. ده التاني. ده عكس عقارب الساعه وده مع. يبقى بي توتال هيساوي بي القصير ناقص بي الكبير. في ناس فاهمه الالوان بقى، انا قصدي ايه؟ اللي هو نصف قطر قصير يعني، او الصغير او الداخلي، مش قصه. يبقى ميو على 2 شد التيار ثابت، عدد اللفات ثابت، 1 على باي ناقص 1 على 2 باي. فالباي دي مدينا بالسنتي ولا بالمتر؟ سنتي. يبقى تخلي بالك في هنا ايه؟ تحويله. اوعى تنساها. 1 على ار ناقص 1 على 2 ار ب1 على ار. 1 على باي ناقص 1 على 2 باي ب1 على باي. بس. وراحت معيطه. راحت معيطه على الاخر. راحت ايه؟ معيطه. بس يا وسخ. تم على اللفات تم. ما تلم اخوك يا ابني. عيد تاني يا جماعه. ردوا عليا. عيد تاني.